السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة 15 من بودكاست بذكر. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا لكن تأثيرها عظيم، حاجة كلنا بنعملها كل يوم بس ممكن تكون سبب في دخولنا الجنة، وهي الكلمة الطيبة. وقبل ما نبدأ، لو استفدت ما تنساش اللايك والشير عشان البودكاست يوصل لغيرك، فالدال على الخير كفاعله. وصلوا على النبي. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا. وقال كمان: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، يعني الكلمة الحلوة مش مجرد كلام وخلاص، دي عبادة وصدقة ومفتاح للخير كمان. تخيل كده لو كل واحد فينا بدأ يومه بابتسامة، كلمة طيبة لأهله أو لزمايله في الشغل أو حتى لشخص غريب قابلته في الطريق. الكلمة الحلوة بتفتح القلوب وبتهون الهموم وبتبني جسور من المحبة بين الناس. في قصة جميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مكة قبل الإسلام واحد من كبار قريش اسمه سهيل ابن عمرو، وكان مشهور بفصاحته وبلاغته، ولكن للأسف كان بيستخدم لسانه ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان بيحرض الناس عليهم بكلام شديد القسوة. ولما حصل صلح الحديبية، كان سهيل هو اللي بيتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيعاند في كل حاجة، حتى انه رفض يكتب محمد رسول الله في الوثيقة واصر على كتابة محمد بن عبد الله، وفضل يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بجفاء شديد. ومرت السنين، ولما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، سهيل خاف جدا، كان متوقع انتقام شديد منه بسبب اللي عمله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يعامله بنفس اسلوبه، كلمه بكلام طيب جدا ومؤثر، وعفى عنه كمان. عارف، الكلمة الطيبة دي غيرت حياة سهيل تماما، ومن بعدها دخل الإسلام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أهل مكة بدأوا يترددوا في إيمانهم، كان وقتها سهيل هو اللي وقف وخاطب فيهم بكلام قوي ومؤثر جدا، مدافعا عن الإسلام، وثبت قلوبهم على الإيمان، وده كان سبب في عدم تركهم للإسلام. شوف الفرق، اللي كان بيستخدم لسانه زمان ضد الإسلام، ومن بعد كلمة طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته، بقى واحد من اللي بيدافعوا عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكمان في أصعب الأوقات. شوفوا قد إيه الكلمة الطيبة ممكن تغير حياة إنسان. عشان كده خلينا نكون سبب في نشر الخير بالكلام الجميل، كلمة تشجع حد حزين، أو كلمة تفرج عن مكروب، أو حتى دعاء لشخص بظهر الغيب. وفي نهاية حلقتنا عايز أقول لكم: خلونا ناخد الكلمة الطيبة في حياتنا عادة. قبل ما نتكلم نسأل نفسنا: هل الكلام ده هيبني ولا هيهدم؟ هيقرب القلوب ولا هيبعدها؟ لو الكلمة فيها خير نقولها، ولو مش نافعة ومفيش منها خير يبقى السكوت أفضل. لأن زي ما الكلمة الطيبة صدقة، برضو الكلمة الجارحة والهدامة ممكن تكون سبب في هلاك إنسان. ربنا يجعل ألسنتنا عاملة بذكره وقلوبنا مليانة بالكلام الطيب. أشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.